السلام عليكم، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة فرخة بيضة محشية مدفونة في الملح على طريقة الشيف براك. أنا هحشيها بقى كبد وقوانص وزبيب ورز. حضرت معايا معلقة من السمنة البلدي وشوية من الزيت صغيرين خالص. هبدأ أسخنهم قوي وأشوح فيهم الكبد والقوانص. هبدأ بالقوانص لأنها بتاخد تسوية شوية بالشكل دوت. طبعا قوانص الفراخ ديت بتحتوي على فيتامين بي 12 اللي بيحسن وظائف المخ وإنتاج خلايا الدم الحمراء. هضيف لها بقى مع شويه صغيرين كده من الفلفل الاسمر وشويه من الزنجبيل وشويه من القرفه، فيها ريحه حلوه كده وبتخلي مفيش ريحه زفاره خالص. واقلبها كده مره واتنين وتلاته لحد ما احس ان القوانص بتاعتي بدات تستوي شويه. هخليها على جنب كده في نفس الطاسه وابدا اشوح الكبد بقى. كبد الفراخ. طبعا كبد الفراخ ديت بتحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد ونسبة عالية برضو من فيتامين بي 12 وحمض الفوليك. احط لها شوية من الفلفل الاسمر وشوية من الزنجبيل وشوية من القرفة واشوحها برضو كده بنفس الطريقة. بتخلي ريحتها جميلة بصراحة، مبيبقاش في ريحة زفارة خالص بالكبد والقوانص. معايا بقى بصلاية مقطعها مكعبات بالشكل دوت كده. هبدأ احط لها معلقة من الملح بقى المناسب لحشو الفرخة، معلقة او اتنين كده، ومعلقة من الفلفل الاسمر. طبعا الفلفل الاسمر دوت بيكسر الكوليسترول الزائد في جدار الاوعية الدموية، بيحافظ على الشرايين. معلقة من القرفة بتحافظ على صحة القلب وتقليل مستوى الكوليسترول الضار. ومعلقة من الزنجبيل بتقلل من الام العضلات وبتعالج الصداع وتنشط الدورة الدموية وبتقلل من خطر الاصابة بسرطان الرئة والمبيض والبروستاتا. دعكت بقى التوابل ديت مع البصل، وهبدأ احط البصل على الكبد والقوانص واشوحهم كده كذا مرة. واضيف بقى مع كوبايتين من الرز على حسب الحشوة او الفرخة بتاعتي. هاخد طبعا الرز دوت عشان بيمد الجسم بالطاقة وفيتامين ه ومصدر للكربوهيدرات. واخيرا بقى معلقتين من الزبيب. طبعا الزبيب ده غني بفيتامين بي والسيلينيوم اللي بيحافظ على جودة الحيوانات المنوية وحركتها. في الاخر بقى بعد ما شوحت الحاجات دي كلها مع بعضها احط شوية مية مغلية كده واسيب الرز بتاعي يستوي. رز عادي خالص 3/4 تسوية كده. في الاخر انزله من على النار واسيبه يبرد بقى، يبرد تماما عشان اقدر احشي الفرخة بتاعتي. ده كمية الرز اللي كانت معايا اللي انا عملتها. الفرخة معايا كانت كبيرة بصراحة، فانا عملت كمية الرز دي. الفرخة كانت 2 كيلو ونص. هبدأ بقى احشي زي الحمام بالظبط. هحشي الفرخة الاول من جوه. طبعا انا كنت غسلاها ونقعها في محلول نقع ومفتحاها كده من بين الجلد والوراك كده بالشكل دوت. هدخل بقى الرز كده بين الوراك كده والجلد بالشكل دوت، واحشيها نفس حشو الحمام بالظبط. الرز بتاعي طبعا مستوي خالص، يعني 3/4 تسوية كده، ما ياخد حاجة بسيطة جدا مع الفراخ وهيستوي بقى خالص وبيبقى جميل. لو بتحبي الرز مفلفل يعني سويه نص تسوية مش 3/4 تسوية. عايزة الرز يعني يكون طري شوية، في اطفال وبيحبوا الرز يكون طري شوية، سويه 3/4 تسوية. انا كده بحشي الفرخة بتاعتي كده بالشكل ده كده بين الجلد واللحم زي الحمام بالظبط. بحشي الصدر كده وهبدأ بقى اقفل الفرخة بتاعتي. حتى الفرخة لو مقطوع منها حاجة منخافش خالص. هوريكم طريقة مش هتطلع رزاية من الفرخة. هكتف الفرخة حسيت ان رجلها قصيرة شوية مش نافعة، فهربطها بقى. هربطها خيط عادي خالص من اللي بنخيط بيه كده بالشكل دوت. تربطيها اعمليها باي طريقه. كده كده انا هحطها في كيس حراري فمفيش رزايه هتقع، او هلفها في السلوفان مفيش رزايه برضو هتقع منها. والطريقه دي بصراحه عشان بسويها من غير ميه ولا شوربه ولا كده، ما الرز ما بيطلعش خالص من الفرخه. بدات ازوقها كده بشويه فويل عشان وانا بطلعها يبقى شكلها حلو، واداري الرجلين بتاعتها كده. ده كيس حراري هبدا احط الفرخه بتاعتي فيه كده. هنيمها على ظهرها. الفرخه ما شاء الله بقت عامله زي البطه لما اتحشت، كبرت خالص. هي فرخه كبيره ما شاء الله بالشكل دوت. واقفل الكيس الحراري كويس قوي، اطلع اي هوا فيه، واقفل بقى الكيس الحراري بالقفل بتاعه كده بالشكل دوت كده. هبدأ بقى اشكك كده الكيس كده وافتح فيه فتحات عشان ما يطقش مني برضو كده بالشكل دوت كده بالنكاشة. ده الفراخ بتاعتي كده اصبحت جاهزة. هبدأ اجهز الملح بقى اللي انا هسويها فيه. ملح عادي خالص من بتاع الاكل. هبدأ بقى احط عليه شوية مية، اعجنه كده زي الرملة المبلولة. اخليه كده بالطري كده بالشكل الرملة المبلولة، مش سايح قوي ولا ماسك قوي كده
بسيط جدا، الطريقة سهلة وبسيطة خالص، وبصراحة الفراخ دي بتبقى طعمها لذيذ قوي ومستوية جدا. معايا صينية بقى، هبدأ افرد شوية من الملح كده الطري بتاعي اللي انا حطيت عليه المية بالشكل ده، شوية صغيرين كده في الارض الصينية. وهبدأ بقى الفرخة بتاعتي ألفها بالسلوفان كويس قوي. أنا مش عايزة الملح يطول الفرخة خالص، لا يدخل من الكيس الحراري ولا من السلوفان. ولو ما عنديش كيس حراري بلفها في ورق السلوفان وعليه ورق الزبدة وبسويها برضو. احط بقى الفرخة بتاعتي في النص بالشكل دوت، واحط عليها بقى الملح كده، اقفلها خالص بالملح. طبعا هو سهل جدا لانه مبلول، عامل زي الرملة كده مبلول. بقفل قوي 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 واكتم خالص، مش عايزه اي حاجه من الفرخه تبان بالشكل ده كده. كل الجوانب اقفلها، ايوه بالشكل ده كده. هبدا بقى احطها في الفرن. طبعا بفتح الشوايه من فوق ومن تحت بالشكل دوت، وبسيبها ساعتين ساعتين ونص على حسب الفرخه. كل ما سبتها الفرخه بتستوي جدا وبتبقى دايبه دوب. لما طلعتها من الفرن بقى بعد ساعتين ونص، بدات ارش شويه من الكحول كده على الملح، وعملت زي الشيف براك كده، وولعت في الملح بالشكل دوت كده. وكان عندي اطفال بقى واتبسطوا قوي من الحركه دي، وسلمى بنتي كانوا مبسوطين خالص، بيفكروا ان انا بلعب مع الفرخه، وكانوا فرحانين قوي. كسرت الملح بقى، كسرته كده بايدهم بشاكوش باي حاجه، لان الملح بيبقى جامد قوي متيبس بالشكل ده كده. وبدأت بقى اطلع الفرخة بتاعتي وافتح الكيس الحراري قدامكم اهو. الفرخة طالعة متحمرة خالص ومستوية، عاملة زي الزبدة، دايبة جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي. هقص، شايفين الفرخة بتقص بمنتهى السهولة. هنطلع كده بقى اللحم منها كده، ونشوف الرز الله، الريحة خطيرة والله العظيم، ودايبة دوب. الصدر والورك كله دايب دوب. انا زوقتها بشوية كده من الممبار كان عندي. ده شكل الوصفة بتاعتنا بقى. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.